في فيديو النهارده هقولك على شوية مبادئ هتساعدك في حياتك. بتقول يا ابني انت يا ابني مبادئ اللي انت هتعلمها للناس يا ابني احنا كده كده هنموت. ايوه ما هو ده الطبيعي، هي من امتى الدنيا كانت دايما لحد غير لله واحد. طب ما انت عارف كده تبقى مالك تعب نفسك وقاعد بتدور على شغل هنا وشغل هنا ليه كل ده؟ ما انا لو ما عملتش كده هدور على حد يديني فلوس طب وادور ليه؟ طب ما انت موجود وانا مالي يا عم. شفت بقى في ثانيه قلت لي وانا مالي. عايز اقول لك على حاجه، فكره الموت دي حاجه بيد ربنا، واكيد هو ما ادالكش حياه وروح ونفس وجسد كده وخلاص. اكيد في سبب لوجودك، اكيد هو عايز منك رساله تأديها. وفي نقطه تاني عايز اعرفك بيها، ايه هي؟ في وقت بيجي عليك بتكون مش عايز تشتغل ومكسل عن اي حاجه وقاعد بتضيع في الوقت بس. فعارف ده بسبب ايه؟ ايه بقى؟ لو هناخدها من الجانب الطبي فده بيكون نقص فيتامين د، فده ممكن تعدله بالقعده تحت اشعه الشمس في الصبح، بتكون كويسه جدا ومفيده للجسم. ودور برضو على اكل ومشروبات يكون فيهم فيتامين د. طب والجانب